يعني هنعملوا ايه؟ خسروا وخسروا وخسروا. وشوف مركزه كان في الدوري. من حقك تضحك والله يا كابتن سالم، من حقك تضحك، لان انا قلبي بعاد من بكور ليه؟ من شبابنا، من شبابنا اللي هم اللي لسه منتخب الشباب اللي هو خد 4 من السنغال ماشي. وتعالى خش على الاهلي، وتعالى خش على الزمالك، نروحوا فين بعد كده؟ ما عادش جاي لي دلوقتي هسيب البطوله ديت وجاري الدوري المصري. طب يسيبها بقى للجماعه اللي هم المقاولين العرب، للاسماعيلي، شباب الاتحاد السكندري والناس ديت، يجيبوا لنا الحياه اللي هي بره، اللي هي طلعنا. انت عايز الاهلي والزمالك ما يشاركوش في البطولات المحليه ويسيبوا البطولات المحليه يشارك فيها الانديه الصغيره. الانديه الصغيره ما بصوش للحاجه طب دي. ما هو الاهلي والزمالك ما عادوش عارفين يجاروا الانديه الكبيره. ليه بقى؟ لان لقوا فلوس ماشي. ولقوا يقول لي يعني مثلا هم اصلا ما عادوش مستعين بالكوره. لما شاب زي دي مثلا عنده 18 سنه و20 سنه يلاقي في دي الملايين دي كلها، ما هو مش ان شاء الله ملاعب، هيقول لك ان شاء الله ما فزت يا عم الحاج. انا بناخد في الشهر كذا ماشي. راح جاب له عربيه، راح جاء سرح لي شعرتين على جنب، روح يسهر لك في كافيه نظيف، حياه من ديت. وانت ان شاء الله تروح في نصيبه يا عم الحاج. يعني تقصد برضو الفلوس الكبيره اللي بياخدها لاعيبه أيوة. الكوره المصريين بوظتهم. انت لما تروح للاعب دلوقتي حاليا اللاعب يا دوبك لمس كوره، الواحد والله واحد ما يعرف يلمس الكوره وجاب كوره بدماغه في الجون ودخل الجون يقول لك بس دي الزمالك والاهلي بيتعاركوا عليه. أيوة عايزينه ب 10 ب 20 ايه يا عم الارقام دي؟ صح. ايه الارقام دي؟ احنا والله العظيم في السنه دي تلعب كوره لا نسجل لك اهداف. تعالى شوف مركز البحيره يا ناس، لف على مركز وخش ابو حمص، خش مركز البحيره. اقسم لك بالله احنا عندنا لعيبه تلعب منتخب، مش تلعب مع نادي الاهلي وتلعب مع نادي الزمالك بس. احنا متحلل علينا تراب، احنا بختنا اسود، لان احنا اسمه يعني مثلا ايه، البحيره دي هي مركز الغلابه، لان ماليش ظهر. اللي ظهر يا عم هو اللي هقول لك كده. ما خلاص، ما هروح بيك لحته ثانيه وتقصد ان الواسطه والمحسوبيه والكوسه بوظوا الكره في مصر. ماشيه الكوسه والمحسوبيه وده كله، والله ماشي. خبريه يا كابتن سالم.